واحد من الناس، والحكاية عن لسان صديق من أحد الأئمة والمشايخ هنا في أمريكا، كان عنده رجل باستمرار في حالة حزن وندم، فسأله: إيه الحكاية أنت دايما حزين ونادم؟ قال: يا فلان، أنت عارف أنه لم يكن في الكوميونتي اللي أنا فيه أكثر مني مال. والراجل فعلا كان عنده أموال غزيرة وبيوت، وأولاده كانوا من اللي بيغيروا العربية كل سنة موديل جديد بموديل جديد. الدنيا هايصة وجميلة. شاء الله سبحانه وتعالى واستدار الزمان عليه وعلى أولاده، فبيعت البيوت وخسرت التجارات، وجلس يعيش يوما بيوم ويبكي. فبقول له: طب أنت بتبكي ليه على المال اللي خسرته؟ قال له: لا، كنت كلما نويت أن أفعل معروفا أقول بكرة بعد بكرة، حتى وصلت إلى ما أنا فيه لا أنا عارف أتبرع بدولار ولا بنص دولار. ندم. لماذا يبقي الإنسان نفسه حتى هذه اللحظة وبعدين يندم على ما فات؟ ولذلك العرب قالوا قديما: خير البر عاجله. والمثل العكس. امرأة في مصر السنة اللي فاتت ديت عندها 78 سنة، كانت قررت ان هي تتبرع بقطعة أرض من أملاكها يبنى عليها مدرسة ومسجد ومقبرة لأهل القرية. وزي ما احنا بنعمل كده يقول لك: أعمل وكذا بعد وفاتي. الدنيا اتغيرت شوية والأرض ثمنها غلي، وصارت بعد ما كانت ب1 بقت ب12 مليون، وأهلها وقرايبها بدأوا يلفوا عليها علشان تتراجع في اللي هي ناوية تعمله. دي فلوس كتير يا ست انت، يعني انت هتتكلفي 12 مليون الآن. فلما رأت الأمر كذلك وخافت أن يأتي أجلها دون أن تنفذ ما عزمت على تنفيذه، قامت من فورها وأقامت عقود التبرع والتنازل، وسلمت الأرض للجهات اللي هتقوم بالبناء عليها لكي تقابل الله سبحانه وتعالى، وهي تقول: فرحة مسرورة بما فعلت. هذا مثال عكسي للأول، مثال عكسي تماما. أنت نويت على فعل خير، ما الداعي إلى تأخيره؟